السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. مرحبا بكم معايا في قناة نجاة جارودي، ومرحبا باللي انضموا جداد واللي اول مرة كيشاهدوا القناة ديالي. كنقول لكم ما تردوش على الضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم البانكيك المعتمد عندي انا. هذه هي الوصفة اللي كنديرها ديما ما كنبدلهاش، كتجيني روعة وغزالة بزاف. هذا البانكيك كيجي خفيف وسريع التحضير بمكونات بسيطة. اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه لحبابكم وصحابكم. تابعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر، وبسم الله على بركة الله نبداو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. عندي في المقادير هنايا 3 البيضات. انا البيض عندي صغير درت 3، ولكن الا كبير تقدروا ديروا غير 2. هنايا عندي نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، كاس عامر ديال الحليب، الكاس اللي عبرت به هاد الكاس ديال العنبه، معلقه كبيره ديال الخل، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، واحد ساشي ديال نكهه الباني، 2 ديال الخمارات الوزن ديال 14 غرام، والطحين حسب الخليط. بسم الله نبداو نخلطوا المقادير. غادي ندير البيض في الاناء وغادي نزيد عليه الملحه، نخلطوا شي شويه، وغادي نزيد عليه السكر، نص كاس ديال السكر، نخلطوا مزيان. نزيد عليه نص كاس ديال الزيت، درت نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر، غير الحليب هو اللي كاس عامر. غادي نخلط مزيان هاد الزيت مع السكر والبيض، نزيد عليهم الحليب بارد، وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجم مع المكونات. نضيف عليهم هاد الساشي بنكهه البانيه. تقدروا تنكهوا هاد البانكيك باللي بغيتو، تقدروا ديروا قشور الحامض حسب الرغبه نتوما واللي بغيتو. هنايا كنضيف الدقيق شويه بشويه وكنخلط. الدقيق حسب الخليط، غادي نبقى هكذا نضيف الدقيق وكنخلط حتى نتحصل على الخليط اللي بغيت. هنايا غادي نضيف 2 خمارات ونستمر هكذا في التحراك. كنزيد الدقيق شويه بشويه ونحركه حتى نحصل على خليط بحال الكيك. ودابا غادي نضيف عليه الخل، معلقه كبيره ديال الخل، خلطو مزيان. الخل كيخلي الكيك اولا اي حاجه كتجي خفيفه ما شاء الله. وهذا هو الخليط اللي بغيت نتحصل عليه. دابا ما غاديش نزيد دقيق. وهنايا على نار مهيله درت هاد المقله ديال 7 وجوه. انا ديما ملي كنحضرها الا ما عندكمش هاد المقله تقدروا ديروها في المقله العاديه غير ما كتلاصقش. وكندير معلقه هكذا كبيره ديال الخليط. هاد المقله غزاله، كيجي البانكيك كامل متساوي بحال بحال، ماشي بحال المقله العاديه. ولكن حتى المقله العاديه كيجي فيها البانكيك زوين. غادي ديروا اللي متوفر عندكم، يعني ما غاديش تكلفوا على راسكم، المهم هي تنجح لكم الحاجه. هنايا غادي نكملوا هكذا كامل وغادي نخليه على نار هكذا مهيله. وها هو الخليط ديالنا من بعد ما خليته هكذا، غير كتشوفوه كيدير دوك الفقاعات وكتشوفوه تماسك شي شويه. غادي تقلبوه. هنايا انا كنقلبوه غير بهاد المعلقه ديال السيليكون، ونستمر هكذا نقلبو غير شويه بشويه حتى نكملو كامل. العافيه ضروري ما تكون مهيله، حيت الا زدتو غير شي شويه غادي تحرق. غادي تشوفوا هذه في الوسط حيت جات العافيه من التحت ديالها. كان خاصني هي اللي غادي نقلبها الاول، معليش. المهم هنايا غادي نقلبهم مره اخرى. كيف ما قلت لكم ضروري تكون العافيه غير مهيله باش ما يتحرقش ويبقى معجن من الداخل. وغادي نحيدهم دابا. هنايا درت العجينه للمره الثانيه. دابا كنقلب فيها كيف ما قلت لكم، غير كتشوفوها بلي تماسكت غادي تقلبوها غير شويه بشويه.
باش تجيبوها نيشان في داك الوسط، ونستمر هكذا حتى نكملها. وهنايا كنقلبها شي شويه باش تجيني طايبه نيشان، ما تبقاش معجنه من الداخل، حيت العافيه غير مهيله. تبقاو تقلبوها 2 المرات. وها هو البانكيك ديالنا دابا واجد. دابا غادي نحيدو، غادي نوري لكم الشكل النهائي ديالو. ها هو البانكيك ديالنا من بعد ما كملته كامل. هذا هو الشكل اللي كنتحصل عليه. هنايا خديت البانكيك كنديرو هكذا في الطبسيل باش نزينو، كندير وحده فوق وحده، والتزيين كيبقى اختياري. انا زينتها بصوص ديال الشكلاط اللي درت فيها نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو الحلو، واحد ساشي ديال الزباني، وخلطته مزيان بالمونينيكس. ودابا كنزين به للبانكيك، والتزيين كيبقى اختياري كيف ما كتشوفوا انا كنزينو هكذا. وغادي نزيد هاد البانكيك في الوسط حتى هو. تقدروا ديروا البانكيك تدهنوه بالكونفيتير وترشوه بالكوك اللي متوفر عندكم، اولا تخليوه عادي ما تزينوهش كاع. وغادي نزين حتى هذا في الوسط. هاد الصوص ديال الشكلاط تقدروا تزينوا بها هكذا الحلويات اللي بغيتو نتوما، اولا تقدروا حتى تاكلوها ديروها مع الخبز، دهنوا بها الخبز، كتجي غزاله ولذيذه. نستمر هكذا نزين البانكيك ديالنا بهاد الصوص شوكولا حتى نكملها ونرجع لكم. وهنايا خديت اللوز افيلي كنزين به دابا من فوق صوص شوكولا. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري حسب المتوفر عندكم. وهذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه ما شاء الله. هنايا خديت هاد الطاسه الصغيره اللي على شكل قلب، درت فيها داك الصوص ديال الشكلاط اللي بغى يزيد. وهذا هو البانكيك ديالنا من بعد ما كملت ليه التزيين. ما شاء الله كيجي غزال بزاف، كيجي روعه، خفيف ولذيذ لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. نوري لكم هذا البانكيك كيفاش كيجي خفيف ما شاء الله وغزال بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وكومونتير الزوينين ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.